اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جديد بص في كل مكان واكونت جديد صور سريع على تيك توك والانستجرام. اخبار تهمك على السريع. النادي الاهلي فتح خط مفاوضات مع كل من احمد فتوح لاعب نادي الزمالك الحالي وامام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي. المفاوضات بين اللاعبين، يعني احمد فتوح بعد ما الزمالك اعلن تجميده لنهايه الموسم فتح معاه مفاوضات في التعاقد معاه لبدايه الموسم الجاي، واللاعب حتى الان يعني لسه الموقف مش واضح ليه، ولكن الموقف بالنسبه لامام عاشور لاعب ابدو رغبته، ولكن بشرط ان هو يتقاضى في الموسم $1.5 مليون مثل ما يتقاضى في نادي ميتلاند الدنمارك. فهنشوف النادي الاهلي المفاوضات الجايه الفتره الجايه هترسى عليه. نادي الزمالك خلاص زي ما قلنا لحضراتكم المدير الفني هيكون هيرليتش، يعني وصل القاهره امس، يعني خلاص على اعتبار ان هو يتم اعلان رسمي عن المدير الفني لنادي الزمالك. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، خصوصا بعد هزيمه النادي المصري الاخيره، يعني حاله من عدم الانضباط في الفريق. سلام.